الحقيقة أصبحنا نلاحظ وجود أطفال مشاغبين. طلبات الأطفال لا تنتهي، رفضوا الدراسة، أطفال لهم سلوكيات غريبة عن تقاليدنا وعاداتنا وعن ديننا وعن غيرها. السؤال: من السبب؟ تشكل الشخصيات الكرتونية باختلاف أشكالها تأثيرا كبيرا على الطفل من حيث الهوية والأخلاق، لا سيما عندما تكون هذه الشخصيات بعيدة كل البعد عن الواقع الذي يعيشه الطفل. بالتأكيد التأثير كبير جدا لهذه الرسوم المتحركة أو الشخصيات التي هي تعد قدوات ونماذج يقتدي بها الأطفال. ظاهرها المرح والمتعة والحركة الزائدة، هذه تصبح سلوكيات يقلدها الأطفال، فلذلك أطفالنا أصبحوا مشاغبين، لا يجلسون، كثير الحركة، يرفضون الدراسة. لأن حتى الدراسة لماذا يرفضها الأطفال؟ لأن الطفل يرى النماذج التي يحبها لا تذهب إلى المدرسة، كلها تلهو وتلعب وغير ذلك. وقد يتعدى وجود هذه الشخصيات إلى التأثير السلبي على نفسية الطفل. الطفل لما يقلد هذه الشخصيات، ما هي النتائج؟ هذه الشخصيات كلها مهووسة بالجنس وبالأشياء الخارقة التي فيها السحر والشعوذة وغير ذلك، فالطفل سوف يرفض أن ينمو نموا عاديا، يريد أن يتقدم قبل وقته. وذلك أصبحنا نرى الأطفال في 5 سنوات يعرفون عن الجنس ما لا يعرفوا حتى يمكن ناس في 18 و20 سنة. إضافة إلى أن هذه الشخصيات كلها شخصيات وراءها صناعة، ليست فيلم، إنما هو فيلم وملابس وأدوات مدرسية وحقائب وماركات وعطور وغير ذلك. إذن أصبحت صناعة، الهدف منها هو ترويج ما يسمى ببناء الشخصية الاستهلاكية. وذلك سنكون أمام جيل صاعد الآن إذا لم نتدارك أمورنا، أمام جيل صاعد لا يهم إلا الاستهلاك. ويبقى السؤال المهم: كيف نحفظ أبناءنا من هذه الأشباح الكرتونية؟ أول شيء قضاء أوقات مع الأطفال. لو كل أب وأم قضى نصف ساعة مع أولاده، سواء كان حوارا أو لعب أو ملاعبة أو مرافقة أو خروج أو مشي أو مرافقة للتسوق غير ذلك، هذه نوع من البدائل. البدائل الأخرى هو الكتابة، التلوين، الرسم، اللعب بالطين، القصص، حكاية القصص، الألعاب، حتى الألعاب الجميلة اللي فيها تركيب، فيها مثلا تفكير، نوع من التفكير، الألعاب المشاركة مع الأولاد الآخرين، وجود أندية تحتضن هؤلاء الأطفال. طفولتنا بإسلام الكرامة تعلمنا البسالة والشهامة، تعلمنا بأن الصبر نصر إذا جر اللعين لنا لئامة. طفولتنا بإسلام الكرامة تعلمنا البسالة والشهامة، تعلمنا بأن الصبر نصر إذا جر اللعين لنا لئامة. تمسكنا بدين الله حتى أرينا الظالمين به الندامة، فلا والله لن نرضاه دينا إذا رسم العدو لنا نظاما، إذا رسم العدو لنا نظاما. ولا والله لن نرضى اتباعا لدين حللوا فينا حراما، سنمضي لا نبالي بالمنايا فإما الموت أو عيش الكرامة. ولا والله لن نرضى اتباعا لدين حللوا فينا حراما، سنمضي لا نبالي بالمنايا فإما الموت أو عيش الكرامة. صنعنا جندنا سيجا أباتا ونصنع للقاء ليت الزعامة، تخطى هامة الجوزاء عزما يدك الظلم ينزعه زماما، يدك الظلم ينزعه زماما.